مساء الخير يا حبايبي. عامله لكم مفاجاه، ما تتصدموش. بصوا كده، عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا كتير منكم يعرف الفرن البلدي اللي بتتولع في الحطب والوقيد. ازيكم يا حبايبي؟ حبيت اخدكم في رحله للسطح النهارده كده. حبيت بما ان يوم شقه، فقلت بالمره اوفر وقت ومجهود لبكره. فحبينا نغير في الاكل ونغير في نفس الاكل ونرجع لايام امهاتنا زمان وجدودنا. هنشتغل على الفرن البلدي اللي بتتولع بالحطب وبالوقيد. اكيد طبعا تعرفوها، بس دلوقتي كل الستات بتشتغل على فرن البوتاجاز وفرن الانبوبه اللي هي الصاج. حبيت النهارده اعمل معاكم الرقاق اللي بيتسمى رقاق، لكن احنا عندنا بنسموه فطير ابيض. تمام. انا عجنت عجينه دقيق وميه وملح، ما فيهاش اي مقادير تقريبا يعني. ودقيق مش زيرو، ده دقيق بلدي، دقيق قمح. فحبيت تشاركوني يعني الجو الحلو ده. هعمل معاكم، انا قطعت هنا قطع صغيره عشان اوريكم الرقاق الطري بيكون ازاي. وده ان شاء الله هتطلع في حجم الصينيه اللي احنا بنعملها رقاق الكبير ده بقى، وممكن يكبر اكتر من كده طبعا، بس انا على المقاس اللي عندي. تمام. وفي ممكن تكبر عن كده كمان، وانا مش بحبها تبقى كبيره قوي. هشتغل معاكم في الصغير الاول وبعد كده هنشتغل في الكبير. الفطير الابيض احنا بناكله بالطبيخ الاحمر اللي هو الدمعه. انا عامله طاجن لحمه ضاني هيتاكل مع الفطير الابيض ده، وممكن يتاكل بيضه طبعا، هو بس اختلاف الحجم. انا بس هعطيهم الدقيق عشان طبعا وشهم ما ينشفش، الصغيرين دول كمان. يا رب الكاميرا تكون واضحه. انا حاطه ورايا لمبه ومشغله لكم الحامل الاضاءه، وهنا هوريكم الفرن دلوقتي. انا مولعاها من بدري، حطيت فيها خشب وولعتها، سبتها طبعا تسخن، لازم تسخن قوي. هقول لكم المقادير بتاعه العجينه، هي مش مقادير طبعا يعني. حوالي 6 كوبايات دقيق، خدوا 2.25 ميه، وحطيت لهم معلقه ملح وبس، وعجنتهم. تمام. بس هحاول افرد رجلي علشان اعرف افرد. لازم يكون في دقيق كتير. انا قبل كده صورت لكم اكتر من مره فيديو الرق، في فيديو المخروطه وفيديو الشعريه. انا مش عايزاكم تزهقوا يعني، انا هفردها وارجع لكم. بصوا حبايبي، هي تقريبا كده خلاص. مش عارفه انتوا واخدين بالكم ان هي مفيش سمك خالص. انا دلوقتي هرجع الفها تاني بدقيقها. حاول بس اجيب طرف تمام. انا كده هدخلها في الفرن، هدخلها جوه وهفردها بنفس الطريقه دي جوه. ثواني، مش هتكمل 5 ثواني هكون مطلعاها. انا بس عايزه اوريكم الفرن واوريكم هي والعه ازاي، وبعد كده ارجع اكمل الاربعه صغيرين. دي الفرن حبايبي، وديكوا شايفين النار والعه فيها. انا حاطه هنا خشب، دلوقتي همسحها اوريها لكم. الفرن دي حبايبي انا بعمل عليها عيش.
شاء الله ربنا يسهل، وفي يوم هصور لكم الخبيث. سامعين صوت الميه؟ انا بمسحها من الحاجات اللي بتطلع من النار. انا عايزه اقول لكم ان احلى اكل ان شاء الله هعمل لكم الفطير المشلتت كده. انا فرني تمام، في حاجه بس وقعت ما غسلتش الفطير بتاعي. هوريكم دلوقتي انا هحط الرقاق ازاي. شايفين؟ يا رب يكون واضح قدامكم. هقرب لكم الكاميرا. تمام كده حبايبي، ثواني هطلعه معاكم. انا هوريكم الطريقه بس، وبعد كده هكمل عشان العجينه ما ترتاحش. كل ما هترتاح هتتقطع معايا. انا عاملاها من بدري، بس كنت بظبط الفرن. هو طبعا نفسي اقرب لكم الكاميرا اكتر عشان تشوفوا ان هو خلاص شف تماما، بس طبعا ما ينفعش عشان التليفون. هو شف خلاص. ده اكله اساسيه. الطاجن بتاعي هوريهولكم. دي اكله اساسيه احنا مشهورين بيها هنا. الطاجن بتاعي اهو، لحمه، مش عارفه واضح عندكم ولا لا. لحمه ودمعه ساده مفيهاش اي حاجه. هيخلص الفطير بس، وبعد كده هحط لها باميه. تمام. الفطيره لازم تطلع. واخدين بالكم ان هي اتحمرت؟ المفروض ما تتحمرش. تمام. دي حبايبي التانية احطها في الفرن بنفس الطريقة. انا خلصت كده الصغير، بدأت في الكبير. حبيت بس اقول لكم على كام حاجة كده. الرقاق او الفطير مش حاجة صعبة، بالعكس ده اسهل ما يكون في المعجنات. مفيهوش اي مكونات ولا مقادير في العجينة، بس هي الفكرة في ايه؟ العجينة لو طرية وهتشتغلي بدي مش هينفع. دي حاجة. الحاجة التانية، لو انتي عايزاه ناشف يبقى هتصبري شوية في الفرن. دي حاجة. ولو عايزاه مقرمش خفيف يبقى هترفعي الرقة. تمام. لو انتي عايزاه كعيش يبقى هتخنيه وما تطوليهوش في الفرن. تمام. مسافة ما يشف كده ما يلحقش ياخد لون تكوني مطلعاه، لكن لو استنيت عليه شوية حتى لو كان تخين هينشف، تيجي تتنيه هتلاقيها اتكسرت. تمام. يبقى عايزاه خفيف ومقرمش. تمام. يبقى هترفعي وتصبري شويه في السوا. عايزاه طري يبقى ما ترفعيش قوي في الفرد، وكمان تطلعي بسرعه يا دوبك، بس اللي هو بيتحول من عجين لسوا، مش اكتر من كده. اللقمه تقدري تاكليها وفي نفس الوقت ما تبقاش نايه. تقدري تعملي بيه رقاق باللحمه، وتقدري انا اوقات بعمل بيه ام علي. الولاد عندي بيحبوا يفطروا بيه الصبح باللبن، يكسروه يحطوه في اللبن. وزي ما قلت لكم احنا بناكله بالطبخ الاحمر. تمام. انا كده تمام يا حبايبي، مش عايزه فرد تاني. السمك كده كويس، لان لما رقت قوي ما
مسافه ما طلعتها من الفرن اتكسرت. تمام كده مش هينفع ناكلها بالخضار. فايه، ما يهمكمش الكرمشه دي كله بيتداوى. حطها في الفرن هوريها لكم وهي جوه الفرن. دي الكبيره حبايبي جوه الفرن. انا حاطه الطاجن جوه بس مش هقدر اقرب الكاميرا عشان تشوفوه. اخدين بالكم في فقاقيع هنا بدأت. الفقاقيع دي معناها ان العجينه اتحولت من نيه لسوا، فانا مش عايزه اكتر من كده. تمام خلاص. طول ما الحروف بدأت تعلى كده زي الكريب في الطاسه، طول ما الحروف بدأت تعلى كده معنى كده ان هي دخلت في السوا، وانا مش عايزه اكتر من كده. تمام خلاص استوت. هوريكم بقى. بصوا العجينه طريه ازاي، طبقتها اكتر من تطبيقه. تمام ده الرقاق حبايبي الطري اللي عملناه مع بعض في الفرن البلدي. انا طبعا مطبقاه ومغطياه. ده حجم صغير ممكن يتحفظ في الفريزر، وده الحجم الكبير، وده طاجن الدمعة باللحمة الضاني. الفطير ده هيتاكل بالخضار ده، هو مش خضار، هو دمعة بس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من المشاهدين.